طبعا اليومين اللي فاتوا ظهر مشاكل على الذكاء الاصطناعي اللي هو سواء شات جي بي تي او جيميناي. طبعا المشاكل استمرت لحد دلوقتي شغالة. طب يا امير، ازاي احمي نفسي من الذكاء الاصطناعي؟ في الفيديو ده هقولك عن طريقة ازاي تحمي بيها نفسك من الذكاء الاصطناعي من غير اي وقت. وما تنساش الدعم بتاعك باللايك والشير والاشتراك في القناة. ويلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجه هتجيل على اي حاجه انت عايز تحمي نفسك منها او اي برنامج ذكاء اصطناعي، بتيجي تخش عليه كده زي ما احنا شايفين. تمام، هندوس عليه كده مثلا. بعد كده بتيجي على الثلاث نقط او النقطتين اللي هنا على الجنب دول. بعد كده بيظهر معاك جميع الرسائل اللي هي بتاعتك. طبعا انت مثلا الرساله دي مش عجباني، بتدوس عليها كده، بتدوس على كلمه حذف، بتتمسح من عندك تلقائيا. امير انا عايز اريح بالي وامسح كل البيانات مره واحده. هتجي على الاعدادات اللي من تحت دي، بعد كده هتنزل تحت. تمام، هتجي عند عناصر التحكم في البيانات. اول ما تدوس كده هتنزل على تحت بقى، هتلاقي مسح سجل الدردشة. طبعا لو دوست على كلمة مسح سجل الدردشة، طبعا كل الدردشة هتتمسح، وكده هتكون البيانات بتاعتك مش مع الذكاء الاصطناعي، وتكون حميت نفسك من الذكاء الاصطناعي. وتاني طريقة اللي هي قلت لك عليها، اللي هي مثلا انا دي مش عجباني، بتمسحها عادي لو انت في حاجات معينة انت عايزها. وطبعا باذن الله كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم. وبرضه يا جماعة عشان تكونوا عارفين الطريقتين تنفع مع جيميناي والطريقة وشات جي بي تي. وما تنسوش الدعم بتاعكم باللايك والاشتراك في القناة. مع السلامة، سلام.